متخيل انك اول ما توصل كندا هتلاقي الجنة؟ عارف يعني ايه تدفع نص مرتبك ضرايب وفواتير؟ فاكر البرد في بلادنا صعب؟ جرب تمشي في درجة حرارة -30. اول حاجة بتحصل لاي حد اول ما يوصل كندا هي الصدمة، مش من البرد بس، لكن من التفاصيل الصغيرة في الحياة اليومية. والنهاردة هشارك معاكم اهم الحاجات اللي بتصدم اي عربي لما بيهاجر، وايه الحلول اللي ممكن تخلي حياتك اسهل بكتير. الصدمة الاولى، الطقس. أول صدمة هي الطقس. البرد هنا مش هزار، بنتكلم بين -20 ل -30، وفي أماكن ممكن يوصل أكتر. التلج بيغطي كل حاجة، واليوم بيبقى قصير جدا في الشتاء. اللي جاي من بلد دافية بيحس إنه مكتئب ومش قادر يخرج من البيت. الحل Solution. I'm sorry, did he say solution? الحل إنك تكون مستعد تشتري لبس كويس قبل الشتاء، تتعلم إزاي تستمتع بالأنشطة الشتوية. وتفهم إن البرد ده جزء من التجربة مش نهاية العالم. الصدمة التانية، الضرايب والفواتير. الفلوس، انت ممكن تشتغل وتاخد مرتب كويس جدا، لكن تكتشف ان نصه رايح على الضرايب والإيجار وكهرباء وتدفئة. اللي جاي متخيل انه هيجمع فلوس بسرعة جدا، بينصدم من الموضوع ده. There is a solution. الحل انك تخطط من الأول، تعمل ميزانية شهرية وتستغل العروض وتتعلم ازاي تحوش حتى لو مبلغ صغير كل شهر. الصدمة الثالثة وهي الوحدة. في بلادنا الجيران بيزوروا بعض، العيلة قريبة، دايما في ناس حواليك، لكن هنا ممكن تقعد شهور قبل ما تقدر تكون صداقات حقيقية، وده بيخلي بعض الناس تحس باكتئاب وغربة. الحل؟ My solution? الحل انك اول ما توصل تحاول تدخل جروبات للعرب او الجروبات للمدينة اللي انت ساكن فيها، تشارك في الأنشطة وتفتكر ان العلاقات محتاجة وقت، ولكن هتيجي. الصدمة الرابعة ان البداية بتبقى صعبة، ممكن شهاداتك ما تتعدلش بسرعة، ممكن تلاقي نفسك بتشتغل شغلانات بسيطة علشان تبدأ، وناس كتير بتشوف ان دي إهانة، لكن الحقيقة ده جزء طبيعي من الرحلة هنا في كندا. Logical solution. الحل انك تعتبرها مرحلة مؤقتة وتستغل وقتك في تطوير لغتك ومعادلة الشهادة بتاعتك. أو تتعلم مهارة جديدة. كل اللي نجحوا هنا في كندا عدوا بنفس المراحل دي كلها. في النهاية الصدمات دي حقيقية، بس مش معنى كده إن كندا غلط أو كندا وحشة. كندا ممكن تديك فرصة عظيمة، لكن لازم تكون عارف التحديات وتستعد ليها كويس. قرارك. انت اللي بتقرر تخلي الغربة بداية جديدة ليك أو خيبة أمل. لو عجبكم الفيديو شاركوه مع أي حد بيفكر يهاجر لكندا، واكتبوا لي في التعليقات تحت كل أسئلتكم اللي انتوا عاوزين تعرفوها عن كندا، وأنا هجاوبكم عليها. وأشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.